اخترناك وجبناك رئيس الجمهوريه، الكرسي هيغيرك وهتعمل فينا زي ما بيحصل كده، ولا هتحكمنا بعدل الله؟ هتتقي الله في الشباب بتاعنا ولا هتمشي في جوهم؟ قولوا لنا الحقيقه، قولوا لنا الحقيقه. احنا مش عارفين نصدق مين فيكم، مش عارفين مين الصح ومين الغلط. احنا اللي نعرفه بس ان انا دلوقتي خايفه على ابني، لو نزل في الشارع هكتف فيه عشان يوم ما يعتقلوه ابقى عارفه هو فين، عشان يوم ما يموت ساعه ما يموت ابقى عارفه هو فين. قولوا لنا الحقيقه. احنا زهقنا من الكلام، زهقنا من كلامكم وزهقنا من تصريحاتكم. اللي بيحب مصر، لو انت بتحب مصر تخدم مصر دي، ما تجريش ورا انك انت تبقى رئيس جمهوريه وتعمل في الشباب ده كله. اوعد الناس دي كلها ان انت لو في يوم من الايام بقيت على الكرسي ابني مش هيموت، مش هطلع ادفنه من ناس ما تعرفش ربنا من غير ما ابقى في الكرسي يا حاج. لكن احنا زهقنا منكم وزهقنا من الكلام. احنا مش قلنا لكم قبل كده قبل ما تحصل الانتخابات تلموا بعضكم؟ ما رضيتوش. كل واحد فيكم اتصرف على انه هو اللي عايز ياخد الكرسي لنفسه، ولما وقعت الكارثه الشعب وولادنا هما اللي بيدفعوا ثمنها. انتوا ما بتدفعوش ثمنها، ما بتدفعوش ثمن حاجه، ولادنا هما اللي بيدفعوا ثمنها. فكوكوا بقى من اللي انتوا عمالين تقولوه وكل شويه هنعمل ونسوي. الشعب ده بدل ما يطلع على الاتحاديه يطلع على المعسكرات بتاعت الامن المركزي. نشوف الاطفال اللي بتتعذب. ما بتاخدوش موقف في الحاجات دي ليه؟ كلام 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 ومبادرات ومبادرات ومبادرات. احنا قاعدين قدام التلفزيون هيكل. انا ما اعرفش محمد، ما اعرفوش، بس لما سمعت ان حصل فيه كده نزلت من بيتي، نزلت من بيتي. قولوا لنا الحل، قولوا لنا الحل. كفاياكم مؤتمرات، كفاياكم مؤتمرات، ارحمونا. احنا خلاص هنتجنن، احنا هنتجنن. اللي قاعدين في البيت اللي بتقولوا عليهم حزب الكلبه احنا هنتجنن.